شاولين، منزل طائفة قديمة اعتنقت مبادئها ومارسها الرهبان المحاربون المدافعون بفخر حتى يومنا الحاضر عن إرث وتقليد عمره 1000 عام. يعمل اليوم جيل جديد من الرهبان على إعادة أمجاد معبد شاولين، فهم أخذوا على عاتقهم القيام بتحد جديد لا مثيل له، وهو ممارسة الأعمال والتجارة في القرن 21. يحضر شير يونغ شين المؤتمر بصفته مندوبا عن مقاطعة هينان، فهو يمثل مصالح شاولين بين مجموعة من القوى العالمية المتطورة. إنه يسطع كالنجوم هنا، والناس يعلمون أنه محرك وهزاز. كما سرت شائعات بأنه واحد من أكثر الرجال نفوذا وسلطة. وقد ساهم سحر شير يونغ شين الشبيه بنجوم السينما وعقله المنفتح ورعاية ودعم الحكومة بإعادة أحياء شهرة المعبد القديم وثروته أيضا. سيدي لاربي الشركاوي على وشك أن يكتشف إن كانت هذه الرقصة الجديدة ستدفع فريق معبد شاولين إلى أبعد من ذلك. إن دونغ دونغ ورفاقه الرهبان يعملون بجهد منذ فترة من أجل تحقيق حلمهم، وقد رحب بهم الجمهور في لندن ترحيبا كبيرا وصفقوا لهم مطولا. ولطالما شجع رهبان المعبد مصمم الرقص المشهور على القيام بهذا الشيء. أتيت إلى هنا في شهر أيار مايو والتقيت المعلم ياندا الذي تبين أنه في الحقيقة عكس ما توقعت. عندما قلت له إن بعض حركات الرهبان تذكرني بحركات بعض راقصي الهيب هوب الذي كنت أعرفهم، قال لي: إن كنت تريد أن تعمل معهم على طريقة الهيب هوب فلا تتردد وقم بما تريد. فتعجبت وقلت له: أتمزح؟ يأمل سيدي أن تساهم هذه المحاولة الفريدة التي لا مثيل لها من قبل والقائمة على المزج والخلط بين الرقص والكونغ فو بمد جسر الاتصال بين الجمهور الغربي والرهبان القادمين من شاولين. لكن هل سينال استحسان شير يونغ شين رئيس الدير؟ إذا لم يعجبه الأمر فإن العرض الأولي في لندن سينتهي قبل أن يبدأ. إن الراهب الحديدي جيمبو يبحث عن الشهرة وفقا للطريقة التقليدية، لكن هذا الأمر لا يسهل مهمته. قد يستطيع جيمبو تحطيم القضبان الحديدية برأسه، لكنه بحاجة إلى أكثر من خدعة لكي يصل وينضم إلى فريق العرض المسافر. إذ على نجوم الكونغ فو أن يبرعوا في استخدام أحد أسلحة شاولين التقليدية: القضبان، السيوف، أو الأغلال أي السلاسل. أما اختصاص جيمبو فهو استخدام السيف العريض والسلسلة، إنه على الأرجح مزيج مميت فتاك، غير أن هذه الأسلحة لم تصمم للقتل وأخذ الأرواح. فالبوذية لا تشجع ولا تدعو إلى العنف، كما أنها تحرم بشدة قتل أي كائن حي. إذا أمعنت النظر بسيف جيمبو وسلسلته فإنك سترى أنهما مصنوعان من الخشب، القصدير أو بعض المواد الأخرى غير المميتة.
أما السلاح الذي يشتهر به معبد شاولين فهو عبارة عن قضيب من الخشب يسمى بانج. منذ مئات السنين وخلال حكم سلالة المينغ استطاع الرهبان المقاتلون أن يجردوا أعداءهم من أسلحتهم بواسطة هذا السلاح. في تلك الأيام كانوا يقاتلون كثيرا، بالطبع بعد نيل موافقة الإمبراطور وإذنه. أعداء حاولوا نهب ثروات شاولين وتدمير سلطتها ومكانتها السياسية. وفي فترة ما كان جيش المعبد يضم حوالي 2000 راهب محارب. لهذا السبب استمرت التدريبات بهذه الأسلحة حتى يومنا الحالي، على أنها جزء مهم وراق في أداء نجوم الكونغ فو. وذكرى لتكريم رهبان الشاولين والاحتفال بقوة صمودهم وإصرارهم على البقاء. في أقل من أسبوع سيتخذ ياندا قراره المتعلق بمن سينضم إلى الفريق الأول، فريق النخبة، وبالتالي سيسافر عبر العالم من أجل تأدية عروض كونغ فو شاولين، ومن سيعود إلى تعليم التدريب الأساسي. العقل والنفس والقوة يجب أن يعمل بعضها مع بعض من أجل تحقيق الانتصار. إن معنويات وآمال جيمبو وجانغ جونغ عالية جدا، لكن قبل أيام قليلة من اتخاذ القرار الكبير ساء حظ جانغ جونغ. يا معلم، إن رجلي مصابة. كيف حصل ذلك؟ وقعت في خندق عندما كنت أعد ذلك اليوم. هل تؤلمك؟ نعم. جيمبو، تعال إلى هنا بسرعة وخذه إلى الطبيب. كان هذا أسوأ توقيت. كلمة واحدة من الطبيب قد تبعد جانغ جونغ عن فريق العرض وتقضي على أحلامه. متى لويت كاحلك؟ منذ بضعة أيام. اخلع حذاءك، دعني ألقي نظرة. إنها تؤلمني عندما أمشي أو أركض. وصفة الطبيب العادية: اصبر وحاول أن تنسى وعد إلى تدريبك وأثبت أنك راهب صارم وقوي من شاولين. هنا يستطيع الأولاد تحمل الكثير، ما دامت إصاباتهم طفيفة فهم سيتدربون بالرغم منها. لكن كاحل جانغ جونغ أصيب بشكل كبير، الأمر الذي سيمنعه من التدريب ويضعه خارج نطاق المنافسة على الأقل مدة أسبوع. هذا الأمر قد يقضي على فرصته في الانضمام إلى فريق النخبة. وفجأة ومن دون سابق إنذار قد يذهب تعب سنة كاملة سدى.